السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عودتكم دائما في بداية كل حلقة، إذا كنت تتفق مع المحتوى الذي أقدمه على هذه القناة، المرجو الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بجديد القناة إن شاء الله. لا شك أنك ربما أنت من الناس الذين تم إغلاق حسابات الأدسنس الخاص بهم وترغب في إنشاء حساب جديد وتريد إنهاء علاقتك بالحساب القديم نهائيا والبدء من جديد، فأنت في الفيديو الصحيح. أو ربما أنت ممن يملكون حسابي أدسنس وتريد إغلاق أحدهما بسبب مشاكل في حساب الأدسنس الرئيسي لديك، لأنه كما يعلم الجميع حسب سياسة جوجل لا يحق لك امتلاك حسابين اثنين، وتريد إنهاء الحساب الثاني، فأنت أيضا في المكان الصحيح. إذا موضوعي لهذه الحلقة إن شاء الله سوف أستعرض فيها معكم طريقة قفل حساب جوجل وكذلك إلغاء حساب الأدسنس بشكل نهائي ومن جذوره كما يقال. إذا تابعوا معي الفيديو. طبعا نفس الخطوات التي سأقوم بها هنا على الحاسوب يمكنك أيضا القيام بها على الهاتف الخاص بك، فقط ستحتاج إلى تحويله إلى مظهر سطح المكتب حتى يظهر معك بهذا الشكل الذي تشاهده أمامك أخي الكريم. إذا لفعل ذلك الطريقة سهلة جدا، فقط تدخل على المتصفح الخاص بهاتفك ثم تدخل على الحساب الذي تريد أن تقوم بحذفه. بعد ذلك ستنقر هنا على هذه الثلاث نقاط الموجودة في اليسار، ثم ستظهر معك هذه القائمة، ستقوم بالتأشير على هذا المربع الصغير وستلاحظ أن هاتفك أصبح كأنه جهاز حاسوب، وستقوم بنفس الخطوات التي سأذكرها في هذا الشرح. جيد، الآن سأتوجه إلى الحاسوب. يجب عليك أخي الكريم أن تتأكد أولا أنك توجد في الحساب الذي تريد أن تقوم بحذفه حتى لا تقوم بحذف حساب آخر عن طريق الخطأ. مثلا أنا في حالتي سأقوم بحذف هذا الحساب. كل ما عليك فعله أخي الكريم هو النقر على إدارة حسابك على جوجل، ثم هنا ستقوم باختيار البيانات والتخصيص. بعدها ستظهر معك هذه الصفحة، ستنزل إلى الأسفل هكذا، ثم ستختار هنا حذف خدمة أو حذف حسابك، طبعا سننقر عليها، ثم ستختار هذا الخيار طبعا لأننا نريد حذف الحساب ككل بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها. إذا ننقر على حذف حسابك. سيطلب منك إعادة الدخول مرة أخرى إلى الحساب الخاص بك. طبعا يجب أن تتأكد أنك أدخلت الحساب الصحيح، ثم تنقر على التالي. بعدها سوف تظهر معك هذه الصفحة وهي تبين لك الخدمات المرتبطة بهذا الحساب والتي سوف يتم حذفها. مثلا سيتم حذف مركز دفعات جوجل، يعني إذا قمت بربط جوجل مع بطاقتك البنكية أو حسابك البنكي سوف يتم حذفه. طبعا يجب أن تقوم بالتأشير على هذا المربع الصغير. كذلك سوف يتم حذف حساب أدسنس الخاص بك، لكن يقول لي هنا يجب أولا غلق حسابك على أدسنس قبل المتابعة. إذا بما أن هدفي هو إغلاق حساب الأدسنس، أول شيء سأقوم به قبل إنهاء هذا الحساب هو غلق حسابي على أدسنس حتى لا تحدث معي مشكلة مستقبلا. إذا لفعل ذلك سوف أنقر على أيقونة الحساب، ثم مرة أخرى سوف أنقر على إدارة حسابك على جوجل. سوف تظهر معك مرة أخرى هذه الصفحة. مباشرة ستنقر هنا على الدفعات والاشتراكات. بعد ذلك سوف تنقر هنا على إدارة طرق الدفع، ثم هنا في الأعلى ستنقر على الإعدادات. هنا ستظهر معك المعلومات الشخصية الخاصة بجوجل أدسنس كالاسم والعنوان والبلد إلى آخره. إذا سنترك كل شيء لأن هدفي هو إغلاق حساب الأدسنس وليس التعديل على المعلومات. إذا تنزل للأسفل ثم ستجد هنا إغلاق الملف الشخصي للدفع. إذا تنقر عليها. طبعا سيطلب منك مرة أخرى الدخول على الحساب من أجل تأكيد الهوية، ثم بعدها تنقر على التالي. هنا سيطلب منك سبب الإغلاق، ستقول له أنني لم أعد في حاجة إلى هذا الملف الشخصي، ثم بعد ذلك ستنقر هنا على استمرار.
هنا ستظهر معك هذه النافذة لتأكيد الإغلاق. طبعا أنت بما أنك تريد الإغلاق سوف تنقر مباشرة على إغلاق الملف الشخصي للدفع، وطبعا هذه هي آخر مرحلة لإغلاق حساب الأدسنس. مباشرة سوف تظهر معك هذه الصفحة، وبالتالي تم إغلاق حساب الأدسنس الخاص بي نهائيا. لكن إلى الآن نحن أغلقنا فقط حساب الأدسنس ولم نغلق بعد حساب جوجل. إذن سنرجع مرة أخرى إلى الصفحة التي كنا فيها سابقا. إذن نغلق أولا هذه النافذة، لم نعد في حاجة إليها، ثم سنقوم باستكمال غلق حساب جوجل. الآن بعد أن أغلقنا حساب الأدسنس كما طلب منا هنا، سوف تحذف أيضا منتجات أخرى مثل الجيميل وجميع الرسائل الموجودة فيها. كذلك سوف تحذف قنوات اليوتيوب المرتبطة بهذا الحساب وخدمات أخرى. بطبيعة الحال أنت كل ما عليك فعله هو التأشير على هذين المربعين للموافقة على الشروط، ثم نعم أريد حذف حساب جوجل وكل بياناته نهائيا، ثم ستنقر هنا على حذف الحساب. وبظهور هذه الصفحة الموجودة أمامك تكون قد أنهيت الحساب الخاص بك من جذوره وبشكل نهائي. لكن رغم ذلك جوجل تمنحك وقت قصير في حالة أردت التراجع عن إلغاء الحساب. لا أدري كم من الوقت بالضبط، ربما 24 ساعة. فإذا نقرت الآن هنا على دعم الحساب سوف أتمكن من استرجاعه مرة أخرى، لكنني لن أستطيع استرجاع حساب جوجل أدسنس من هنا، فقط الحساب الخاص بجوجل. لكن أنا طبعا أريد إنهاء هذا الحساب بشكل نهائي، لهذا لن أقوم بأي خطوة أخرى وسأقف عند هذا الحد. فقط قبل أن أختم أنصح الإخوة والأخوات الذين تم إغلاق حساباتهم على أدسنس ويرغبون في البدء بإنشاء حساب جديد القيام بهذه الطريقة المشروحة في هذه الحلقة. وكذلك كما قلت في فيديوهات سابقة أنصح بعدم إنشاء حساب أدسنس جديد مباشرة بعد إغلاق الحساب القديم حتى تمر مدة على إلغاء الحساب، لأنه كلما مرت فترة على إغلاق حساب الأدسنس القديم كلما كان ذلك أفضل بطبيعة الحال. لهذا يفضل التركيز الآن على العمل في القناة حتى يتم تحقيق الشروط إن شاء الله. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.